صينيه الجلاش بالقشطه بتاعت زمان دي مهما جربت حلويات جديده لازم ارجع لها تاني. فتعالوا مع بعض النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا وهتطلع معاكم مظبوطه. اول حاجه هنجيب حله صغيره او كسرونه على البارد، هنحط فيها نص كيلو لبن وعليهم 3 معالق كبار سكر ومعلقتين كبار نشا وحوالي كيس كريم شانتيه، يعني دول تقريبا هيبقوا 3 معالق كبار برضو كريم شانتيه. هنقلب بقى الكلام ده كويس قوي لحد ما المكونات دي كلها تدوب في اللبن على الاخر، وبعدين نرفعها على النار. اول ما تبدا تمسك معانا بسيط كده بنضيف علبه قشطه، يعني هيبقى حوالي 3 معالق كبار قشطه، وهنستمر في التقليب لحد ما السمك يوصل اكنكم هتعملوا مهلبيه بالظبط. بنطفي عليها بقى اول ما تمسك نفسها، وبعدين بنسيبها تبرد حوالي نص ساعه عشان تمسك نفسها اكتر. يفضل ما نبداش نستخدمها الا لما قوامها يمسك وتبقى زي المهلبيه بالظبط، حتى لو هتضطروا تحطوها في التلاجة شويه عشان تمسك معاكم. دهنت سمنه بقى في صينيه وبدات ارص طبقات الجلاش، وبين كل طبقه وطبقه سمنه سايحه، واطراف الجلاش الزياده انا بتنيها جوه الصينيه بالشكل في الفيديو كده. هنفضل نرص لحد ما نوصل لنص كميه لفه الجلاش، وبعدين نضيف القشطه ونكمل بقى رص لحد الطبقه الاخيره بنتني فيها الاطراف الزياده لجوه مش لبره زي ما كنا بنعمل قبل كده. ندهن بقى وش الجلاش شويه سمنه كده حلوين، وبعدين نبدا نقطعه للشكل اللي انتوا عايزينه، مثلثات او مربعات. هندهن بقى مكان تقطيع السكينه بالسمنه كده كويس. هندخله بقى على فرن حراره 220 لحد ما الاطراف تحمر، وبعدين بنطفي عليه وبنولع الشوايه. اول ما يطلع من الفرن بقى وهو سخن على الاخر هنضيف عليه شربات بارد، وبالهنا والشفا.